السلام عليكم، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل لاباس. اليوم حبيت نشارك معكم واحد الوصفه بزاف بنينه وخفيفه تاع بيتزا كوفرت. هاد الوصفه اقتصاديه ما فيهاش بزاف مقادير، بلا لحم بلا دجاج. استخدمت غير بواط هكذا تاع طون، وانا درت الحشا تاعي. ومع الاسف لقيت المقطع راح تاع كيف فتحتها لكم ووريتكم كيفاش جات من الداخل وكيفاش طابت من تحت. المهم بالنسبه للوصفه تاعنا نحتاجو فيها 4 كيسان فرينه، مغرف صغيرة تاع ملح، مغرف كبيرة خميرة كيميائية يعني خميرة الخبز، وكيس خميرة الحلويات. نزيدو عليهم كاس نقص صباع هكذاك تاع زيت، وحبة بيض. نخلطوهم كامل مع بعض حتى يتجانس الخليط. ومن بعد نجيب كاس تاع حليب مليح في الفرينة تاعنا، نضيفو على هذاك الخليط، نبدا نرون فيه. ودايما انا ندير هذاك الكاس تاع الحليب نقص منه ربع ولا ما نديروش كامل، مالغري دايما يدي لي كاس تاع حليب، ما دائما نخاف تغلبني ولا سي بوغ سا ندير هذا الطريقه. هي على كل حال دالي كاس تاع حليب دافي، وما تخلعكمش العجينه تاعكم كي تبداو تزيدوا في الحليب باسكو مشربه مليح بالزيت، سي بوغ سا تبان لكم طريه بزاف. انا كيما قلت لكم دالي كاس تاع حليب، ولازم العجينه تاعنا تكون طريه كيما راكم تشوفوا فيها. وديجا شفتوا ما كانت طريه زدت لها هذاك الربع تاع الحليب، ولات لي سوا بعد ما ليمتها كامل ولات لي طريه بهذا الشكل اللي راكم تشوفوا فيه. غطيتها بابي فيلم خليتها ترتاح حتى يضاعف الحجم تاعها. وفي هذا الوقت نروح نوجد لافارس تاعنا. جبت مرميطه رشيت عليها شويه تاع زيت، وحبيت نوريكم هاد القرعه تاع الزيت بزاف هايله، يعني ما ترفتش بزاف. مي بالك عندي واحد السمانه هكذاك ملي شريتها ومازالت يعني مازال فيها، معناها تشد لكم باسكو كم عارفين ترشوا برك. الحاجه الاولى تخليك تقتصدي في الزيت باسكو ما تفرغيش بزاف، ديري غير قيس هكذا الماكله تاعك ما تلصقلكش بزاف. بخاتي كيما قلت لكم ننصحكم بها. ومن بعد درت البصل اللي كنت قطعته واحد 2 حبات متوسطين هكذاك مع حبه كبيره تاع طوماطيش. درت بالنسبه لي زيبيس شويه قرفه، شويه فلفل كحل، شويه كركم، الملح والزعتر هكذا باش يعطينا بنه شابه في لاصوص تاعنا. وهنا زدت قيس واحد نص مغرف كبيرة تاع طماطم مصبرة، خلطتهم مع بعض، غلقت عليهم، ومن بعد حطيتهم على النار في الاول تكون عالية قيس ما تدخل هذيك السخانة، ومن بعد نقصوا لها كامل للطرف ونخليهم يطيبوا على راحتهم. وهنا كان طابت لي، مي انا في هذه المرحله نطحنها يعني نميكسيها باسكو هنا في الدار ما ياكلوليش هكذا زعما البصل كيما راكم تشوفوا فيه وطوماطيش، بوغ نميكسيها. ولاصوص تاعنا راهي واجده ونخلوها تبرد. بعد ما تبرد لنا لاصوص نلقاو بلي لاباط تاعنا ولات ضاعف الحجم تاعها. هنا نقدروا نخدموا بها. قسمت العجينه على 2 بحجم متساوي، ورشيت سطح العمل بشويه تاع فرينه، ما نكثروش يعني غير شويه قسمه ما تلصقناش. هي اصلا ما تلصقش باسكو ميدمه مليح فيها الزيت. نفتحوها، اكيد هنا فتحتها بحجم الصينيه اللي راح نديرها فيها يعني سنيوه. انا طيبتها في سنيوه تاع كويزينيير. وبالنسبه لهذوك النقاط اللي راكم تشوفوا فيهم هذوك باسكو درتها بالدقيق القمح الكامل، يعني كنت غربلتها ما خليتش فيها بزاف، خفتها تجيني ثقيله. العجينه سقمتها مليح هكذا جات سوا مع سنيوه. نخلو الحواف ما نتوشوهمش هكذا باش تلصق لنا العجينه اللي ديروها من الفوق. ومن بعد هنا ضفت علبه برك تاع طون، قطع تاع الجبن اختياري، وفتحت النص الزوج تاع العجينه باش نغلقوا به البيتزا تاعنا. هنا كما قلت لكم لازم نكونوا الحواف ما درنا لهمش لاصوص باش نقدروا نغلقوا الحواف. هنا كما راكم تشوفوا راني نضغط على الحواف باش ما تفتحناش. ومن بعد دهنتها بصفار البيض اللي يكون مخلط مع شويه خل. نقطعوها ونديروها في فرن اللي يكون مسخن مليح. انا نطيبها من تحت ومن بعد نطيبها من الفوق. وهذه هي النتيجه كما راكم تشوفوا، تجي بزاف خفيفه بزاف هايله. جربوها، واذا جربتوها ما تنسوش تقولوا لي رايكم في لي كومونتير. نتلاقاو في الوصفه الجايه ان شاء الله.